من سنة 1990 يعتبر هو بداية ظهور التكنولوجيا والعالم الكبير اللي احنا فيه حاليا وصولا للذكاء الاصطناعي، ولكن كان في اختراع مخفي كده مفيش ناس كتير كانت بتتكلم عنه، وده بالرغم من اهميته الكبيرة في حياتنا. والاختراع ده هو تقنية الجي بي اس. ايوه بالظبط. ولو انت مفكر ان الجي بي اس ده هو التطبيق اللي انت بتحدد عن طريقه موقعك بس، وده بالرغم ان ده شيء ماهوش صغير، ولكن احب اقولك ان اهميته اكبر من كده بكتير. وتعالى اعدلك اهمية الشيء ده وايه اللي ممكن يحصل لو فجأة كده فقدناه. احب اقولك ان فكرة الخرائط هي مجرد فكرة واحدة من التطبيقات المعتمدة على الجي بي اس، ولكن مش هو التطبيق الوحيد. بدون الجي بي اس شبكات البنية التحتية للكهرباء والطاقة مش هتشتغل بشكل صحيح، وهتكون في مشكلة في توزيع الطاقة والكهرباء دي. واحد هيجي يقول لي ما كده الكهرباء بتقطع. ما التطبيق ده في العالم كله مش احنا بس، واغلبيه الدول بتعتمد عليه. الانترنت اللي انت بتتفرج عليه منه دلوقتي هيقف من غيره، ومكالمات الهاتف مش هتبقى موجوده من غيره. الطيران هيكون بشكل عشوائي وهتكتر الحوادث، ومعاها كمان حركه السفن والمصانع هتتعطل. التحويلات البنكيه وعمليه رصد المناخ هتتعطل، وضيف عليها الكتير والكتير لو اي حاجه حصلت لل 32 قمر صناعي اللي بيتم استخدامهم لتشغيل الجي بي اس، وده بسبب الساعات الذريه الموجوده في كل قمر صناعي من دول. واحد هيقول لي انا تهت منك يا ابني، ايه هي الساعات الذريه دي؟ بص يا صاحبي، الساعه الذريه ديت معروفه بامكانيتها لتحديد الوقت بدقه عاليه، وعشان كده زاد اهميه تركيبها في الاقمار الصناعيه لسببين، وهما انهم هيمكنونا من قياس الزمن بدقه عاليه من اي مكان موجود على الارض. وده له اهميه كبيره طبعا في الطيران ومزامنه توزيع الطاقه اللي قلنا عليه قبل كده. وده غير انها بتعطيك امكانيه ضبط الساعه وبدقه في اي وقت. والسبب التاني لاهميه الساعه الذريه ديت وهو تحديد الموقع وبدقة، وده الموضوع الأهم طبعا. ازاي بقى تحديد الموقع مربوط بالزمن؟ مش شايف ان ده ملوش علاقة بالتاني؟ هقولك في الحقيقة هما ليهم علاقة بس انت مش واخد بالك. تطبيق الجي بي اس الموجود على تليفونك هيوصل إشارة للقمر الصناعي، والقمر الصناعي هيحسب الزمن اللي استغرقته الإشارة ديت عشان توصله بالساعة الذرية اللي موجودة فيه، وبالتالي هيتمكن من معرفة موقعك وبدقة، وهيرجع الإشارة ديت لتليفونك تاني عشان تعرف انت موجود فين بالظبط. وده فكرة الموضوع بكل بساطة. ولكن مين صاحب الفكرة العبقرية ديت وازاي توصل ليها؟ في مقولة بتقول ان اهم الاختراعات بيكون بدايتها وبداية استخدامها بيكون في المجال الحربي، وده اللي حصل مع صاحبنا نظام الجي بي اس. اختراع الجي بي اس طالع من قلب الجيش الامريكي، واللي حاول في البداية يخبيه عن العالم، ولكن الصدفة والقدر كان ليهم دور عشان يطلع للنور. وده اثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي. امريكا كانت بتدور على اداة تمكنها من اكتشاف اماكن الجنود السوفيت وكمان اماكن اطلاق الصواريخ. وهنا اضاءت اللمبة كده للعلماء الامريكان، وهو انهم يستخدموا الفضاء والاقمار الصناعية للعملية دي. وفعلا راحوا للجيش الامريكي عشان يساعدهم، وده لانه مش اي حد يقدر ينفذ الفكرة الجديدة ديت، وبرضه مش اي حد يقدر يستفيد بيها. وفعلا بعدها يطلعوا لينا بنظام اسمه ترانزيان، وده يعتبر ابو الجي بي اس. وفي سنة 1960 يطلق الجيش الامريكي اول قمر صناعي لهدف الملاحة الفضائية، وفضلوا يطلقوا قمر ورا التاني لحد ما بقى عددهم 24 قمر صناعي، وعرفوا بيهم يغطوا كل شبر موجود على سطح الارض. ومن بعدها دخل الجي بي اس في اسلحة كتير كان بيستخدمها الجيش الامريكي، وبقى اهميته وخطره زي السلاح النووي بالظبط. ولكن تحصل حادثه خلت الجيش الامريكي يقع بلسانه عشان يخرج اكتشافه للنور وللعالم كله، وهي عمليه اسقاط الاتحاد السوفيتي للطائره الكوريه عام 1983. وده لما ضلت طريقها ودخلت المنطقه المحرمه على الطائرات في مجال الاتحاد السوفيتي. وده اللي خلى الرئيس الامريكي رونالد ريغن انه يعطي الامر بجعل الجي بي اس متاح للجميع ومجاني للاستخدام المدني. وعشان كده اصبح الجي بي اس متاح للاستخدام المدني في بدايه الثمانينات، ولكن كان بيتم استخدامه قبلها في المجال الحربي. وفي البدايه كانت الاشاره ذات الجوده العاليه بيتم تخصيصها للاستخدام العسكري، والاشاره المتاحه للاستخدام المدني كانت بتبقى منخفضه، وده بشكل متعمد. وبكده اصبح النظام اللي بتملكه امريكا متاح لأي حد بالمجان. وبسبب الاحتكار الأمريكي ده طلعت أنظمة مشابهة ليه بعدها بتأدي نفس الوظيفة زي النظام الروسي غلوناس والنظام الأوروبي غاليليو. ولكن بعد كل التطورات ديت والمصاريف اللي كان بيتم صرفها على النظام ده
يطلع ليه تهديد. التهديد الاول وهو ان الاقمار الصناعيه ديت ممكن يحصل لها حاجه وهي في الفضاء. هتقولي طيب ودي ممكن يحصل لها ايه وهي موجوده في الفضاء؟ هقولك في الحقيقه هي ممكن تتضرب بالصواريخ، والدولة الوحيدة التي تمتلك الصواريخ ديت من النوع ده هي روسيا، وتمت تجربتها قبل كده السنة اللي فاتت على إحدى الأقمار الصناعية التابعة لروسيا، وفعلا أثبتت نجاحها، وأصبح ده سلاح من ضمن الأسلحة اللي تملكها روسيا وبوتين، عشان لو في أي وقت عقل وزه يعمل حاجة مجنونة كده ولا كده أكيد ده هتكون منهم. وده اللي مخوف أوروبا وأمريكا، وده بسبب أهمية النظام ده بالنسبة ليهم والاقتصاد الدول دي. والتهديد التاني اللي بيهدد النظام ده وهو التشويش. في الحقيقة النظام ده بينجذب ناحية التشويش، وده بيعمل في الحقيقة مصايب كتير وكوارث كبيرة جدا، واكبر الكوارث دي بتكون في المطارات، وبمجرد جهاز ب$100 بيصنع تشويش ممكن يعمل كوارث ضخمة ومحدش يقدر يكتشفها. وفي واقعة اكتشفت حصلت في امريكا، وهي قيام العصابات بالتشويش على الطائرات اللي بتطير بدون طيار واللي بتكون شغالة بالGPS، ودي الموجودة على الحدود الامريكية المكسيكية. واللي حصل ان العصابات دي تشوشوا عليها على طول الحدود، وقدروا بعدها يهربوا المخدرات بسهولة جدا، وده لانهم قدروا يبعدوا الطائرات ديت عنهم ويتحكموا فيها. نظام الGPS لسه لحد وقتنا هذا بيتم تطويره عشان يخلص من عيوبه، واهمها هي التشويش، وامريكا لسه الى الان بتدفع مبالغ ضخمة عليه، وده على الرغم انها مخليه استخدامه بالمجان. وفي الحقيقة احنا هنبدأ نزعل لو امريكا قفلت الحنفية علينا واحتكرت النظام ده لنفسها. فعشان كده لازم نفكر في ازاي نصنع لينا نظام ويكون حتى بمشاركة العرب كلهم عشان يطلعوا لنفسهم نظام ويتخلصوا من الاحتكار الامريكي. وبس كده، شكرا لمشاهدتك الى الان، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الجميل واعمل اشتراك عشان نكمل قصة الGPS واختراعه اللي كان صدفة خرجت من قلب حرب الخليج. وسلام.